عندنا 5 مرشحين للفوز بجائزة البالون دور لسنة 2025 وهم صلاح، ديمبلي، رافينيا، يمين يامال، وكول بالمر. والنهارده هنقول ارقام ومساهمات وتأثير كل واحد فيهم في الموسم، ونشوف مين الأحق بالفوز بجائزة البالون دور لسنة 2025. لو بدأنا مع صلاح مثلا يا صاحبي، فصلاح الموسم ده مع ليفربول سجل 34 هدف و23 اسيست. مع منتخب مصر يا صاحبي سجل 6 اهداف متقسمين، 4 اهداف سجلهم السنة اللي فاتت 2024 وهدفين سجلهم السنة دي 2025. يعني اجمالي كده بمجموع 63 مساهمة تهديفية في الموسم. وللعلم الموسم ده كله على بعضه اصلا صلاح ما لعبش غير 62 مباراة. ويا خسارة طبعا ان ليفربول ما قدرش ان هو يكون في بطولة كأس العالم للأندية، عشان متاكد ان لو كان ليفربول موجود في كاس العالم للانديه صلاح كان هيقدم مستوى خرافي. ما كانش بعيد يكسبوا البطوله بصراحه، يعني صباح الفل اللي كسبها في الاخر تشيلسي، فما كانتش بعيده عن ليفربول بصراحه. اما بالنسبه للمعدل التهديفي لصلاح خلال المباريات اللي لعبها طول الموسم، فكان 1 صحيح معدل تهديفي في كل مباراه. يعني ايه الكلام ده؟ فبكل بساطه صلاح كل مباراه يا اما بيعمل هدف يا بيعمل اسيست. 63 مساهمه تهديفيه في 62 مباراه، هدف او اسيست في كل مباراه تقريبا. ده غير طبعا يا صاحبي ان صلاح اخد جائزه هداف الدوري الانجليزي لموسم 2024 2025 ب 34 هدف، واخد برضه جائزه اكتر شخص عمل اسيستات في الموسم ب 23 اسيست. ده غير طبعا انه بقى في المرتبه الخامسه في ترتيب هدافين الدوري الانجليزي عبر التاريخ، وحرفيا فاضل له هدفين بس ويتخطى الاسطوره اندي كول ويبقى في المرتبه رقم 4. ده غير انه كمان يا صاحبي بقى في المرتبه رقم 10 في ترتيب اكتر من صنعوا اهداف في تاريخ الدوري الانجليزي، وحرفيا فاضل له 3 اسيستات بس عشان يتخطى زميله السابق في الفريق جيمس ميلنر ويبقى في المرتبه التاسعه. لكن بالنسبه للبطولات اللي صلاح قدر ان هو يكسبها الموسم ده، فزي ما كلنا عارفين هو قدر ان هو يكسب الدوري الانجليزي مع فريق ليفربول بفارق 10 نقاط ما بينه وما بين المركز الثاني ارسنال، وبفرق 13 نقطه ما بينه وما بين مانشستر سيتي كتيبه جوارديولا اللي الموسم اللي فات كانت واكله ليفربول حرفيا. لكن في كاس الكاراباو خسر النهائي قصاد نيوكاسل 2-1. اما بالنسبه لبطوله دوري ابطال اوروبا فصلاح خرج من البطوله من دور ال 16 ضد باريس سان جيرمان، وخرج بركلات ترجيح مذله حرفيا بعد ما بنوم مونونيز ضيع ضربه الجزاء، وبدا بقى الفريق في الانهيار بقى، فاهم؟ فاللي بعده ضيع فخسروا، فمش عايزين نتكلم عن المأساويات يعني. اما في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي فليفربول خرج من البطوله خروج مذل ومهين جدا لاقصى درجه بعد ما خسر 1-0 ضد فريق اسمه بليموث تقريبا بيلعب في دوري الدرجه الثانيه اللي تشامبيون شيب، وهو ليفربول بطل البريمير ليج، يخسر من فريق في الدرجه الثانيه. فيعني مفيش ذل واهانه ويعني اقول لك ايه بس، والله حرفيا يا صاحبي بصراحه مفيش اسوأ من ان حالك يتبدل في يوم وليله. ليفربول في النص الاول من الدوري كان حرفيا اقوى فريق في العالم، لكن في النص الثاني من الدوري بدا يحصل له هبوط شديد جدا لدرجه ان هو خرج من كل البطولات. وانا حاسس بصراحه لولا ان هو كان حاسم الدوري اصلا في النص الاول من الموسم كان زمانه طبيعي جدا كنا نلاقيه خسره في النص الثاني زي ما خسر كل البطولات الثانيه. حرفيا صلاح الموسم ده نقدر نقول عليه ان هو موسم استثنائي كلاعب فردي، ولكن موسم سيء جدا كلاعب جماعي. ودي كده حرفيا ارقام صلاح وبطولاته في الموسم كله. تعالى بقى للمرشح الاول للجائزه وبقوه شديده جدا، عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي يا صاحبي الموسم ده مسجل 37 هدف و26 اسيست، يعني عامل 63 مساهمه تهديفيه خلال 68 مباراه. اما بالنسبه لمعدله التهديفي فمعدله التهديفي هو 0.93. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه هو معدله التهديفي قريب جدا من معدل صلاح، وتقريبا بيعمل هدف او اسيست في كل ماتش. انا بقول تقريبا لانه بيعمل هدف او اسيست في كل ماتش وشويه، ولكن الشويه دول صغيرين فبنقول في كل ماتش تقريبا. لكن بقى
بالنسبه للالقاب اللي عثمان ديمبلي قدر ان هو يحققها الموسم ده، فيعني حدث ولا حرج. بتعرف تعد لحد كام؟ يلا يا صاحبي بسم الله عد معايا. الدوري الفرنسي وكاس فرنسا وكاس السوبر الفرنسي ودوري ابطال اوروبا، ووصل للنهائي كاس العالم للانديه ولكن خسر على ايد تشيلسي. يعني بصراحه ده يعني نظريه حنكيه مني كده، انا شايف ان باريس خسر بسبب ان هو استهان بتشيلسي، ولكن ماشي مش موضوعنا، مش هنتكلم عنه في فيديو تاني. ده غير طبعا يا صاحبي ان باريس سان جيرمان ضيعت على نفسها انها تكون الفريق الوحيد في التاريخ الحاصل على السباعيه. هتقول لي سباعيه ازاي يعني؟ مش فاهم. تعالى هفهمك عشان الحوار ده يعني باريس ضيعت من فرصه كبيره جدا. بكل بساطه يا صاحبي كل موسم الفرقه بيبقى قدامها 6 القاب تنافس عليهم، الا هم بكل بساطه الدوري والكاس والسوبر والسوبر الاوروبي وكاس الانتر كونتيننتال ودوري ابطال اوروبا. لكن من دلوقتي ولحد ما بطوله كاس العالم للانديه تتلغي بشكل او باخر، فكل 4 سنين هيبقى في 7 بطولات للمنافسه، عشان هنضيف للبطولات اللي قلناهم كاس العالم للانديه، فبقى كده في كل 4 سنين 7 بطولات. وبما ان باريس سان جيرمان في النص الثاني من الموسم هو بقى اصبح اقوى فريق في العالم، وما زال خلي بالك لحد دلوقتي رغم ان هو خسر كاس العالم للانديه ولكن ما زال قدامه فرصه تحقيق السداسيه ويبقى مع العظماء شبه برشلونه وبايرن. ولكن احنا بنتكلم على حلم السباعيه، يكون الفريق الوحيد في التاريخ الحاصل على ال7 القاب. حرفيا يعني ضاعت من ايده والفرصه كانت قدامه من ذهب، لانه اقوى فريق في العالم، معاه اقوى ظهير ايسر في العالم، معاه اقوى ظهير ايمن في العالم، معاه اقوى مهاجم في العالم، معاه تقريبا اقوى خط نص في العالم فيتينيا، معاه يعني حرفيا فريق متكامل بشكل غير طبيعي. انت حرفيا ما كانش فيه فرصه اقوى من دي انك تخلد في التاريخ. موسم شبه ده استثنائي لباريس ممكن ما يجيش تاني، ولكن ما زال قدامها فرصه ان هي تنافس على السداسيه. لكن بصراحه يا صاحبي المستوى الخرافي اللي مقدمه ديمبلي الموسم ده زائد 3 القاب محليين، ده غير دوري ابطال اوروبا، بصراحه صاحبي دول يبقوا كافيين قوي عليه ان هو يبقى المرشح الاول وبقوه. ياسر عامل 63 مساهمه تهديفيه في 68 ماتش، انت فاهم يعني ايه؟ هتقول لي ما هو صلاح عامل 63 مساهمه في 62 ماتش، اقول لك تمام ايوه كلامك صح، وصلاح على الورق افضل من ديمبلي، ولكن برضه ديمبلي على الورق في الالقاب هو اكتر من صلاح. ديمبلي معاه 3 القاب محليين ولقب اوروبي، صلاح معاه لقب واحد محلي وخرج باذلال رهيب من باقي البطولات، فدي نقطه تشفع جدا لديمبلي ان هو ياخد الكره الذهبيه عن صلاح. طب يا صاحبي سيبنا بقى من ديمبلي خالص دلوقتي وهات لي بقى اكتر 2 حرقوا دم الموسم ده، رافينيا ويمين يامال. رافينيا الموسم ده يا صاحبي لعب 61 مباراه، عمل فيهم 38 هدف و25 اسيست، يعني بمجموع 63 مساهمه تهديفيه في 61 ماتش، اعلى من معدل صلاح. ده كده ما فيهاش كلام. المعدل التهديفي لرافينيا هو 1.0 شويه كسور كده بصراحه مش هقول، ولكن يعني هو معدله التهديفي كده اعلى من صلاح، ولكن اعلى من صلاح بفرق ماتش، يعني صباح الفل، حاجه لا تذكر يعني في الاول وفي الاخر. ولكن برضه عشان تبقى فاهم يعني ايه واحد، يعني بكل بساطه ان هو بيجيب هدف او اسيست في كل ماتش بيلعبه. اما تعالى بقى ليمين يامال. لامين يا صاحبي الموسم ده مع برشلونه لعب 55 ماتش، سجل 18 وعمل 25 اسيست. اما مع منتخب اسبانيا لعب 20 ماتش، سجل 6 وعمل 4 اسيست. يعني من الاخر يا صاحبي يمين يامال الموسم ده كله لعب 75 ماتش، عمل فيهم 53 مساهمه تهديفيه. وبصراحه يا صاحبي 75 ماتش على لاعب عنده 17 سنه ولسه تامم ال 18، يعني بسم الله ما شاء الله. بصراحه الولد طلع ميت اهله تقريبا الموسم ده. المهم يعني معدله التهديفي هو 0.77، يعني بكل بساطه هو بيعمل هدف او اسيست كل ماتش ونص او كل ماتشين. ولكن بالنسبه للالقاب اللي حققوها الاثنين الموسم ده، فمع برشلونه حققوا ثلاثيه محليه، حققوا الدوري وكاس ملك اسبانيا وكاس السوبر الاسباني، يعني وللاسف يعني كلهم كانوا على ريال مدريد، كلهم بدون استثناء. يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هانز فليك. ولكن بصراحه رغم الثلاثيه المحليه واداء رافينيا الاستثنائي الموسم ده بصراحه، الا ان برشلونه خرجت من دوري ابطال اوروبا بعد ما قدمت افضل نص نهائي في تاريخ البطوله مع الانتر. وبصراحه يا جدعان يعني كلمه الحق تقال، ده اكتر خروج مشرف لفريق انا شفته في حياتي. برشلونه حرفيا يا جدعان اتفشخ في ماتشات نص النهائي وفي الاخر خرج، وحرفيا هو خروج مشرف جدا. فنقدر نقول يا صاحبي ان برشلونه ما حققتش اي لقب اوروبي الموسم ده، ولكن الكلام ده يمشي على رافينيا وبرشلونه، ما يمشيش على يمين يامال، عشان يمين يامال
يامال في النص الاول من الموسم قدر ان هو يكسب بطوله اليورو على منتخب انجلترا في النهائي. فهل بطوله اليورو هتتحط في الحسبان ليمين يامال في توزيع جائزه البالون دور، ولا دوري الابطال يطغى على اليورو؟ ولكن يا صاحبي حتى لو فكرت فيها وقلت ان دوري الابطال يطغى على اليورو، فعلى الورق برضو ديمبلي قدم موسم افضل من رافينيا ويامال، وده بصراحه اللي بيخلينا اقول ان فرصتهم ضعيفه برضو قصاد عثمان ديمبلي. لكن تعالى بقى على الاخير والاضعف والاقل ترشح ما بينهم، ولكن انا حطيته عشان كاس العالم للانديه مش اكتر، الا وهو كول بالمر. كول بالمر يا صاحبي لعب الموسم ده 54 ماتش، سجل 20 وعمل 15، يعني بمجموع 35 مساهمه تهديفيه في الموسم كله، يعني بمعدل تهديفي وصل ل 0.65، يعني بيجيب جول او اسيست في كل ماتشين او ماتشين ونص تقريبا. اما بالنسبه للالقاب فتشيلسي الموسم ده حقق لقبين اوروبيين، لقب دوري المؤتمر الاوروبي ولقب كاس العالم للانديه. بس من الاخر كده يا جدعان، يعني خلينا نجيبها على بلاطه من الاخر، بالمر هو لاعب ماتش الموسم ده. يعني ايه لاعب ماتش؟ يعني بكل بساطه يجي في ماتش يقدم لك اداء افضل لاعب في التاريخ بقى، مش في الموسم، في التاريخ كله، ولكن في الماتش اللي بعده تلاقيه ما جاش اصلا، انت ما شفتوش طول الماتش. بالمر ده مش موجود، مختفي اصلا، مش موجود، اكنك مطرود منك واحد. مش هنكر ان هو كان موجود في النهائيات، يعني بالمر احلى حاجه فيه ان هو بيحضر في النهائيات، ولكن المستوى اللي بالمر بيبقى فيه في النهائيات هو محتاج يكون بيه طول الموسم عشان يقدر ينافس ديمبلي وصلاح. انا قلت ينافس ماشي، عدي. ولكن يا صاحبي حتى لو مش هنمشي بالاهواء فبرضه على الورق بالمر خسران قصاد صلاح ويامال ورافينيا، ما بالك بديمبلي. ولكن برضو انا حطيت بالمر لسبب. في 2023 لما ميسي كسب البالون دور عشان كسب كاس عالم 2022، الناس كلها قعدت تقول ده فتى فيفا المدلل، ازاي هالاند اللي كسب دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي وكان تنين مجنح بيجيب جون كل 30 ثانيه تقريبا ما يكسبش البالون دور، وميسي اللي يكسب البالون دور؟ فاللي فرقت هنا هو كاس العالم للمنتخبات. فهل كاس العالم للانديه هيبقى ليه نفس التاثير على الجائزه؟ هل اللي عامل موسم متوسط وكسب لقب ولا لقبين محليين ولكن كاسب كاس العالم للانديه هو اللي هياخد البالون دور، رغم ان في احسن منه؟ وكمان يا صاحبي اللي بيدعم النظريه بتاعتي دي اكتر ان رئيس الفيفا كان عايز ينجح البطوله دي باي شكل من الاشكال قبل ما البطوله تتلعب. وطبعا انت اكيد قريت الخبر بتاع ان الفيفا رخصت سعر التذكره بتاعه المطوشه في كاس العالم للانديه بسبب ان الناس مش عايزه تيجي تتفرج، فقالت ترخص السعر ممكن الناس تيجي. فهل ممكن لما يكسبوا بالمر البالون دور عشان كسب كاس العالم للانديه فتبدا الفرق تفهم واللاعبين يفهموا ان كاس العالم للانديه هي اقوى بطوله ممكن تتلعب كل 4 سنين تقريبا، كمان دي اعلى بطوله ممكن اي فريق ياخد منها عائد مادي محترم جدا. فكعائد مادي هو عائد كبير جدا ان الفرق تهتم بالبطوله دي ان هي تكسبها. اما كعائد على اللاعبين هيحطوا البطوله دي في دماغهم كويس جدا ان اللي يكسب البطوله دي هو اللي كسبان البالون دور. فانا اظن ان قد الفيفا قد تضغط على الصحفيين عشان يصوتوا البالمر، وبرده ممكن ما يعملوش كده والتصويت يفضل ماشي عادي لناحيه ديمبلي او صلاح والدنيا تمشي عادي. ولكن يا صاحبي بالنسبه للسؤال الاهم، من هو الفائز ببالون دور 2025؟ فانا يا صاحبي بصراحه هختار عثمان ديمبلي. هو ممكن ما يكونش الافضل، ممكن صلاح ورافينيا عاملين موسم افضل منه من ناحيه التاثير في الفريق، ولكن يا صديقي كره القدم لعبه جماعيه، وعثمان كسبان 4 القاب منهم لقب اوروبي. هتقول لي يامال كسبان 4 القاب منهم لقب اوروبي، هقول لك تمام، ولكن ارقامه مقارنه بعثمان ما تنصفوش. صلاح كسب لقب واحد بس وما كسبش لقب اوروبي، رافينيا كسب 3 القاب محليين وما قدرش ان هو يكسب لقب اوروبي، بالمر اللي كسب لقبين اوروبيين ما يقارنش بعثمان ديمبلي اللي كسب 4 القاب ولا يقارن حتى بالارقام بتاعته. ما فيش غير عثمان ديمبلي اللي كسب 3 القاب محليين، لقب اوروبي واحد وهو دوري ابطال اوروبا، اللقب الاهم كل موسم، بغير ال 63 مساهمه تهديفيه في 68 مباراه. فايوه يا صاحبي انا شايف ان ديمبلي هو الفائز ببالون دور 2025، حتى لو انا كنت اتمنى صلاح، ولكن والله العظيم كان نفسي يا صاحبي. والله هي بس حته الالقاب دي صراحه عمل موسم اعجازي ممكن ما يعرفش يعمله تاني، بس ان شاء الله يعرف يعمله تاني الموسم الجاي عشان يقدر يكسب البالون دور. عموما يا صاحبي اكتب لي تحت في الكومنتات انت شايف مين احق، وهل انت شايف في لعيبه تانيه احق بالترشح من اللعيبه اللي احنا قلناها؟ وبس كده وصلنا لنهايه فيديو النهارده. فيا ريت عجبك الفيديو لايك شير كومنت سبسكرايب وتشير الفيديو لكل اصحابك لعل وعسى حد منهم يعجبه الفيديو فيجي يعمل لايك واشتراك في القناه. ولو ما عجبكش الفيديو برده يا صاحبي لايك شير سبسكرايب وتشير الفيديو. ولو ما عجبكش بقى
اهم حاجه تشير الفيديو بصراحه، عشان ممكن يعجب غيرك فيجي فاهم لايك واشتراك، بتساعدنا ببلاش برضه. بس كده يا صاحبي، ما تنساش تكتب لي في الكومنتات انت شايف مين الاحق، وهل شايف في لعيبه تانيه كانت تستحق الترشح اكتر من دول. واشوفك الفيديو الجاي، سلام.